بقول لك ايه يا ولا، انا عايزه افرح بيك قبل ما اموت واشيل لك حته عيل كده. بقول لك ايه، ما تشغليش بالك بيا ولا اقول لك. والله تصدقني نفسي انا كمان اعمل عيله واسره وعيال والحاجات دي كلها. بس فين بقى الفلوس وفين الشقه؟ والموضوع محتاج تكلفه عاليه. بس انت قول اني موافق، وهتلاقي طلباتك كلها من شبكه لشقه لفرح لكل اللي انت عايزه يا ولا، هتلاقيني تحت رجليك. بجد والنبي. طب اقول لك ايه، ما تشوفي لي حتتين الصيغه اللي انت شايلهم جوه دول تبيعهم لي، تفكي لي بيها زنقتي. مش انت بتقولي عايزه تفرحي بعيالي؟ شيلي بقى. هو انت يا ولا بتتكلم كتير ليه؟ هو انت قلت لي اه يابا ماني موافق، هتلاقيني كل حاجه عاملاها لك، حتى السكن عجبهولك. هو انت جايبه لي شقه ومش قايله لي؟ طب فين دي؟ شقه ايه يا ولا؟ امال دي لازمتها ايه؟ بيرحه وشرحه وجنينه. الشقه دي؟ طب و دعاء اختي، ومعلش يعني حتى لو كده، انتوا هتقعدوا معايا في نفس الشقه؟ بقول لك ايه، مالكش دعوه بالكلام ده، بس انت وافق وانا هجيب انا واختك شقه ايجار بره. موافق طبعا، يلا بينا. ها؟ مش مشكله، انتوا بقى شوفوا لكم اي حته ايجار جديد ولا اي حاجه. انا بدك عايز اتجوز ومش عايز تشيلي عيالي بيني وبينك يعني. بس تصرفي نفسك بقى، يلا. منورة يا ماما. الله يخليك يا حبيبتي. اه، عامل ايه يا اوسكار؟ الحمد لله تمام، انت عامله ايه؟ شقة ايه يا ماما اللي اوسكار يتجوز فيها؟ بالشقه دي. شقة دي ازاي يعني؟ ده اللي من انه ناحية ان شاء الله. يا اخوك وعايز افرح بيه. عايز تفرحي بيه وانا هترميني في الشارع ولا هتخليني قاعدة مع مرات اخويا؟ لا يا حبيبتي، وانا ارضاها لك، انا وانت هناخدوا شقه ايجار بره. انت حتى دي بصلي فيها، حتى دي بصلي فيها. انا مش الشقه اللي هتجوز فيها بقى عندي 26 سنه، اتجوز امتى انا؟ انا 35 سنة يا استاذ، 35 سنة. بقول لك ايه، مش شغلي. وبعدين امك قالت لي ان انتوا الاثنين هتتصرفوا بره. انا عايز اتجوز يا ستي، وما بشتغل ولا في شغل ولا في زفت. هشتغل هنا وان شاء الله باذن الله، بس سنه وانت سنتين كده. هتشتغل ازاي طول ما ماما بتدفع، طول ما ماما بتعمل كل حاجة؟ يا ستة. حتى ماما عايزة اتجوزك. طب انت بالك يا اختي بصلوا ليه؟ بقول لك ايه بقى من نعم. الاخر، الشقة دي انا وهو ليا حق فيها. الشقه دي اه. ليه يا حبيبتي؟ على فكره استنى يا ولا، ليه يا حبيبتي؟ ليكي حق فيه. دي ورثنا من بابا يا ماما. ما يبص على غير الرحمه ابوكي، ما قلتلكيش؟ لا. ابوك قبل ما يموت ما كاتبها باسمي. ايه؟ لا بس بابا ما يعملش فينا كده. لا يا دعاء، بلاش تكدبي لي في حكايه زي كده يا بنتي، انا مش هكذب عليك في موضوع زي ده. طب وحتى لو بابا هو اللي كاتبها، بس انت عارفه ان الشقه دي بتاعته وان انا ليا حق فيها. بصي يا حبيبتي، الحق من البت طول ما هي عند امها وابوها تاكل وتشرب وتتجوز ويطلعها عروسه. اه. لكن بقى تاخدي ورثك في بيت ابوك تديله المحروس جوزك، هو انا اصرف عليه؟ لا، انت هتأمني بنتك بس. لا يا اختي، احنا بنقوله البت ربنا يهنيها، جوزها هو اللي يكفل بيها. يعني انت ليه بتأمني مستقبل راجل المفروض هو اللي يصرف وهو اللي يعمل وهو اللي يشتغل وهو اللي يصرف عليا اصلا؟ لما يجيب عيال هيبقوا باسم مين؟ اسم ابوكي. انت لما تجيب عيال هيبقوا اسم حماكي، يبقى ده شايل اسم ابوكي يا حبيبتي. وعقبال بقى ان شاء الله ما ابن الحلال يجي لك انا بقى اتجوز فيها واظبط نفسي، وان شاء الله باذن الله ربنا يبقى يكرمك بعدين. يعني ده اخر كلام عندك يا ماما؟ لا مش هقول تاني يا بنت. مش هتقولي تاني؟ طيب افرح بك يا دعاء. اسمعي مني بقى الكلمتين دول يا ماما. قولي يا حبيبتي. خلي بالك على نفسك، خلي بالك من الظلم، عشان خاطر انت هتقابلي ربنا لوحدك. ابنك مش هيروح يشيل عنك عند ربنا هناك لما يجي يسألك على حقي، ولما يجي يقولك انت ظلمتي بنتك وقتها شيلي. بقول لك يا دعاء غوري من وش السعادة. ما انا هغور. وبعدين على فكره ربنا اسكت دخلها يا الجنه، دي امي ووقفت جنبي، كفايه ان هي بتتجوز ابنها. صح. هترميه في الشارع؟ لا صح، ما ترميش الراجل في الشارع وترمي البت. مبروك عليك يا حلت امك. حبيبه قلبي. اه اه اه، الحمد لله. اه الحمد لله. اه يا ولا يا اقصر يا ولا. اه يا رب اعف عني وعن كل مكان يا رب، يا رب. الحمد لله.
يا رب لا تحرمني الولد ولا البنت يا رب في اللي انا فيه. يا رب انت كنت هتطول عليا بالتعب، ارحمني يا رب يا ولد. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ تعبان. تعبانه زي الشهر اللي فات برضه، ما خضتينا عليكي كلنا وبعدين ما طلع ما فيش حاجه في الاخر. تعبان يا ابني. انت عايز ايه انت كمان؟ الو. ايه يا ابني؟ يا ابني بقول لك ما اقدرش انزل معاك، انا امي تعبانه في البيت ما ينفعش. ايه في بنات؟ ايه طيب حاضر، طيب خلاص انا جاي. خلاص ماشي يا ابني، بقول لك مش هينفع والله اجي، امي تعبانه. ماشي ماشي، هحاول اتصرف كده واجي لك. سلام سلام سلام. بقول لك ايه، مش عايز دلع ابوس ايدك، انت المره اللي فاتت برضه خضتينا عليكي. تعبان. بقول لك ايه، انا هكلم لك دعاء تيجي لك عشان والله العظيم عندي مشوار مهم، تمام؟ وان شاء الله باذن الله هتبقى كويسه، ده اذا ما كنتيش اصلا كويسه. تمام تمام يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ اجيب لك حاجه من بره؟ انا معيش فلوس اصلا. السلام عليكم. يا حول الله يا رب. انت كده تعمل فيا كده في الاخر. يا رب. الو. ماما تعبانه، تعالي لها ضروري. بصي يا ماما،